دوليين. كذلك خبر التحاق اللاعب جمال حركاس بدمك السعودي. فريق الوداد الرياضي قدر يلقى مخرج للازمه ديال واخيرا واستفد منها ماديا، هذا هو الاهم، لان اللاعب ما رافقش الفريق في الاستعدادات ديالو، ولكن ليحسب للاعب جمال حركاس واللي الجماهير كتحيي عليه هو ان رغم انه العقد ديالو كان ينتهي نهايه هذا الموسم فجدد مع الفريق باش الفريق بحال الخروج ديالو يستفد ماديا 600,000 دولار 600 مليون، فكيبقى بعدا الفريق عرف يدبر الازمه ديال جمال حركاس. وجمال حركاس تعلق مع المولوديه الوجديه وتألق مع فريق الرجاء الرياضي والتحق للوداد كعنصر فعال داخل التركيبه ديال فريق الوداد الرياضي. كان واحد المؤاخذات من طرف الجماهير الوداديه خاصه في الموسم الماضي على جمال حركاس، وكان يعني المطالبه يعني بالرحيل ديالو الى غير ذلك. فجمال حركاس بهذا خرج من حسابات المدرب، هذا هو اللي اساسي، لان بعد كاس العالم للانديه المدرب يوضعوه في لائحه المغادرين، ولا خدينا بلغه الكره يمكن لاعب اللي كتوضعوه في لائحه المغادرين يمكن يمشي وما يخليش لك كاع ما تدي ولا هذا، ولكن هو كان عنده ذاك الحس اللي يعني ديال الاعتراف لفريق الوداد الرياضي وجدد العقد باش يستافد فريق الوداد الرياضي. هذه هي خطوه يعني تحسب لجمال حركاس. وكذلك الرساله اللي وجه بالامس عبر الانستغرام لنادي الوداد الرياضي هي كتعبر على يعني واحد المستوى اللي وصلوا ليه اللعابه المغاربه، المستوى ديال الاعتراف، مستوى ديال يعني الشكر والامتنان للنادي اللي عطاه الفرصه، على انه ولو ان الفرصه تعطاتو قبل. كنا كنقولوا دائما ان للاسف الانديه اللاعبين ما تنعرفوش نتفرقوا مزيان تماما. هذا دائما كنسالي بمشكل. هو تفرق مزيان لانه جدد العقد، وتفرق مزيان وجه الرساله ديال الشكر لجماهير الوداد. وانا شفت التعليقات ديال الجماهير الوداديه، فمن بعد كان في واحد الوقت التعليقات كيكونوا ضد حركاس. بالامس في الرساله اللي وجه لجماهير الوداد كلشي الوداديين كيشكروا جمال حركاس على يعني الموقف ديالو تجاه الوداد، وعلى كما بغات تكون الظروف على السنتين ولا اللي مروا مع فريق الوداد الرياضي، واللي عطى فيها كما يعني كما بغات تكون التاريخ بانه واحد من العمداء ديال الفريق الاحمر، وصل انه خدا عماده الوداد، راه ما سهل ولعب رسمي في المنتخب وهو في 4 ديال المباريات وسجل هدف. فانك دير عميد ديال فريق الوداد الرياضي راه ماشي سهله، ولكن كما بغات تكون الظروف كيبقى اسم كبير مره عبر بوابه نادي الوداد الرياضي. كيف قلتي الفراق ديالو او الطلاق ديالو مع فريق الوداد الرياضي كان بواحد الطريقه اللي هي جميله وطريقه ديال الاعتراف. هذه نبغيو كاع اللاعبين يمشيو بها. اولا الفريق استفد، ثانيا رساله شكر لنادي الوداد الرياضي. هذه ثقافه ديال اللاعبين اللي نبغيوها تكون يعني عند اللاعبين ديالنا كاملين، ثقافه اللي مزيانه. وجمال حركاس كما بغات تكون الظروف هذا كيبقى من اللاعبين الكبار في البطوله الوطنيه، والانتقال ديالو للدوري السعودي غيكون حتى هو يعني مفيد بالنسبه لهذا اللاعب. للاسف انتقادات كثيره كانت ليه بعد الوقت ما كانت غير مفهومه، تلقى حمله على حركاس رغم انه لعب في المنتخب الوطني ومبارياته كان فيها في المستوى، كان مستوى مقبول صراحه، ما كانش سيء في الاداء ديال مع الفريق الوطني. ولكن هذا السلوك ديال الحركاس اللي كنعتبروه كل منه سلوك راقي كرد على واحد الحمله كما قلتي يا سي عزيز غير مفهومه، حمله يعني مركزه فيها نوع من الاساءه لشخصه اكثر من الاداء ديالو، وهذا في حق غير مقبول. اللاعب جا الفريق لعب دار عميد الفريق ادى المطلوب منه، يمكن اصاب يمكن اخفق، ولكن هذه هي كره القدم. فالخروج ديالو كان خصو يكون افضل، ولكن هو بالهدوء ديالو بالصبر ديالو خلى الخروج يكون افضل. هذه التدوينه وبهذا الاعتراف اللي دار وبهذا الشكر. والثاني هذا في حق ميساج كذلك لبعض الجماهير المتعصبه في الفرق الوطنيه كلها، ان الاساءه يعني نبتعدوا عليها. اللاعب كاين ما كاينش مشغول المدرب يناقش على الاداء ديالو ماشي شخصه. بالتالي قلت بان رغم ان حركاس ما عمرنا شفنا ديكلاراسيون اللي ماشي في المستوى، ما عمرنا سمعنا شي تدوينه اللي في المستوى، رغم انه غادر الوداد الرجاء وجا الوداد ما عمرنا شفنا شي رده فعل. لاعب اللي صراحه السلوك ديالو في ارضيه الميدان ولا خارج ارضيه الميدان كنعاودوا نقولوا هو الحمله. علاش
كانت استهدفته بواحد التركيز. هذا خصو يمشي في حاله، هذا يعني مجموعه ديال الاوصاف. تنعرفوا ملي كينتقلوا اللاعبين بين فريق الوداد والرجاء بالطريقه اللي هو انتقل هنا وكان طلب فسخ العقد من جانب واحد ما توصلش بالمستحقات ديالو. داكشي خلى دائما جمهور الرجاء بحال ما تقبلش ان حركاس يمشي بهذه الطريقه لفريق الوداد. كانت في الرجاء والوداد يعني حنا وي من بعد فريق الوداد الرياضي يعني عميد ديال الفريق كانوا كيعاتبوا بزاف، كيحسبوا عليه بزاف ديال الاخطاء ديال الاهداف اللي تسجلت على فريق الوداد الرياضي. ودابا ترك انطباع جيد جدا، نتمنى الانتقال ديالو للضمك. هذا واحد من الفات العالقه ديال فريق الوداد الرياضي. هو حركاس حيد باقي بطويل، باقي الساخي، باقي مالصا، باقي مجموعه من اللاعبين الاخرين. الوداد مطالب بواحد فتره زمنيه محدده انه لقى مخرج لهذه الازمه ديال مع اللاعبين، يا اما يجيهم عروض كما جاو الحركاس باش يغادروا، يا اما توصل معاهم الحل ودي باش يفسخوا العقد ديالهم بدون مطالبه بقيمه العقد كامله وبدون مطالبه بالمستحقات ديالهم كامل. دابا اللاعب ملي كيجي عرض وعرض مقنع كتسهل الماموريه كيلتحق بالفريق الاخر، ولكن اللي ما جاش عرض اولا كان هو في راسو باغي فلوسو كاملين بحال بوطوي بحال الحارس مطيع تماما. لا غير واش نقول لك قضيه واش حقه ولا ماشي حقه غير هو لو كان عنده عقد ماشي مصلح ماشي حق الفريق انه يقول لك تجيب عرض ما تمشيش مجاني. لا من حق الفريق، ولكن انا ما جبتش فريق. لا هو ما قالش يمشي مجاني، يمكن مستعد يخلص الشرط الجزائي. دابا مطيع كاين عنده عرض من السعوديه وما باغيش الفريق يجي. غير باش نكونوا قانونيين ونكونوا منصفين، الا عندك باغي تخلص الشرط الجزائي سالات حقه، سالات من حقك كتخلص لهم الشرط الجزائي الا كان عندك في العقد. تماما الا كان في العقد. فالمطيع حتى هو ما نكروش الفضل ديالو على فريق الوداد والفضل ديال الوداد على مطيع. حتى هو في واحد الوقت من الاوقات تحمل المسؤوليه ملي يعني الاصابه ديال تاكناوتي تماما وكان احتياطي وخدا المسؤوليه تما فين بان. دابا ملي جا عرض وما بقاش باغي يلعب في الوداد، لا حتى المدرب ما داروش في اللائحه، ما داروش لائحه المغادرين. لا ما داروش في اللائحه ديال اللي غيبقى. تماما هذا هو اللي بغيت نقول لك، ما داروش في اللائحه ديال اللي غيبقاو. دونك انتم ما بغيتوش المطيع يمشي يعطيك الشرط الجزائي او يقلب على فريق. هذيك يقلب على فريق كتبقى حل اخير. نجيب لك الشرط الجزائي ونعطيك. جا فريق بحال الحركاس وعطاك واحد المبلغ مزيان، ولكن بدايه الحل مزيانه بالنسبه للوداد. دخل واحد مرحله اللي شد الحبل، عمليه شد الحبل غالبا حتى هو ما قبلش. الا مشيتي انتقال حر الاجر ديال اللاعب تيكون طالع. الا جاو خداو العقد من عند الفريق راه ما كتكونش. لا غير واش غير انا ملي غنجي نخلص الشرط الجزائي راه سالينا. الا ما كانش في العقد ودابا الوداد هو ماشي الشرط الجزائي، هو انا نسمح بواحد داكشي اللي كان سال مشي بريزيلي مشي انايا. لا ونسمح تسنى عاوتاني نهضروا بشويه. الوداد تسمح لي وتمشي وانا كنشوفك غتجيب لي واحد المبلغ كبير، ومن حق الوداد انها تقول لي لا تسنى تنبيعوك ولا تسنى تنديروا. ولكن الا بقى ما تباعش في العقد باقي عنده عام عنده عام. الا ما تباعش وهذا الفريق يبقى مضطر على انه يلقى حل معاه، لان المدرب ما داروش في اللائحه. كاين فرق حتى في البطوله الوطنيه باغي اللاعبين هاد اللعابه ديال الوداد مطلوبين من فرق اخرين كيتسناو، ولكن باغينهم ليبر. حيت عارفين بان الوداد داخل مأزق. فوالا خاص الوداد خاصها اللائحه ديالها تنقص اللاعبين اللي فيها، وهاد اللاعبين اللي ما تيترينوش مع الفريق ما يمكنش غيبقاو شادينهم. دونك وانا نقول لك هاد اللعابه اللي عند الوداد وما دايرينهمش في اللائحه، الوداد غاتسنى شويه راه مطلوبين لان كلهم مزيانين، كلهم مزيانين غادي. ولكن كلشي مطلوبين، ولكن الفرق اللي باغاهم فري باغاهم مجانا. هو الاشكال. البيع والشراء. لا البيع والشراء. انا كوداد جبتك بيني وبينك لا المطيع ولا هذا فين داروا السميه؟ داروا في الوداد. داروا في الوداد. هو من حقي انا كوداد نطلب يعني بواحد المبلغ، لانك وليت خديتي واحد يعني واحد الاسم وخديتي واحد الشهره وخديتي واحد المكانه عند الفرق الوطنيه، وفي الاخر انا كوداد اللي صنعت لك هذا الشيء هذا ودرت. ومن حقه اللاعب يقلب على راسه ولكن راه الفريق هو من حقه يطالب. اللي باغي هاد اللاعبين ما بغاوش يدخلوا هما في المفاوضات. ما بغاوش يدخلوا، كيقولوا اللعابه ريزيلي سيروا. هذا هنا فين كاين هنا فين كاين الاشكال. مجموعه من التعاليق ديال المستمعين ديالنا اللي بدا. شو الفرق نصيري
جوج كلمات ودازو قال لك حركاس حيت العاب ديال كازا غادي يديروا منه حلقه. واش لعب ديال كازا؟ لا وجده هو ولد ماشي تاع وجده، ولد قرسيف ودار السميه ديالو في مدينه وجده، لعب في الوداد ولعب في الرجاء، لاعب النصيري اشدنا به تماما. في اللاعب النصيري مع المنتخب الوطني ما تيعطيش بحال الفراقي، لا ماشي هو راه هداف حاليا. الاسماء اللي موجوده راه هو الكعبي هو الهدافين ديالها، غير النصيري المستوى اللاعبين باغي الجمهور باغي المستوى وباغي التهديف، وهو معروف في الستيل ديالو وستان بيتور. الا حطيتيه في الوضعيه اللي كيبغيه هو كتناسبه راه تيسجل. ودائما وبزاف د المرات راه لا كوب دي موند راه ضد البرتغال راه داك البيت غادي يبقى للتاريخ. بس كاس العالم سيتمنى خويا انا ماشي نقول لك راه جاي الجمع العام وغادي يكون في داك الشيء، ما نقدر نقول لك شنو صرفوا شنو مازال عندهم. راه الوداد الا شفتي الميركاتو ديالهم حاليا باعوا اللاعب نسيم الشاذلي للفريق ديال العين ب6 مليار، وهو حركاس تباع ب 600 مليون على حسب ديكلاراسيون الاخرى ديال الرئيس شنو صرف في هذا الميركاتو. فكاين 500 مليون للاعب عزيز كي، 400 مليون فيريرا من الفريق البرتغالي، 130 مليون صبار. يعني الوداد حتى لدابا رابحه في الميركاتو تماما. باش نكونوا واضحين، اللاعبين الاخرين جاوا ليبر، يعني بالاضافه للفلوس ديال المونديال البلاد خاصها تكون عندها ازمه ماليه. لا ولكن كاين شي حوايج اللي باقا ما تسلطاتش على الاضواء. التكلفه ديال هذا الشيء اللي مشى ديال العام اللي فات راه عنده ثلاثه، كان الصيفيه والشتويه والخريفيه. لا انا تنهضر على التدبير ديال الميركاتو. هذا الحاجه روح ليه تيقول لك ان كاينين مسائل اخرى ربما اللي غادي تدخل حتى الشيء هذا الشيء هاد اللعابه اللي مشاو اي تكلفه واللي غادي يمشيو الشيء هذا الشيء اللي هضرنا عليه ديال الميركاتو ما دخلش في التقرير المالي ديال هاد السيزون اللي فاتت. 30 جوان سالت الحسابات. هذا الشيء غادي يكون في عرفتي الحسابات اش فيها؟ هذا الشيء اللي كنتسناو في 15 سبتمبر. ما عرفتش شنو قال لك غادي يعطي التقرير المالي المنخرطين في الوقت المناسب في جوج اسابيع وكل شيء غيبان. وهذا هو القانون ديال الجمعه العامه، جوج ديال الاسابيع خصو يتعطى التقرير المالي والادبي باش يدرسوه مزيان. ولكن كي قلتي الوداد بهاد جوج ديال الصفقات اللي مشاو واللي جاو رابحه. فوالا حتى دابا الميركاتو شنو صرفتي شنو دخلتي راه باقي الوداد ما خسراش. الكعبي احسن منه بكثير كنهضروا على النصيري. شوف عندنا دو بروفيل، حنا محظوظين ان عندنا جوج لي بروفيل مختلفين. ما قلناش الكعبي راه اقل من النصيري بلاد. قال لكم ان الكعبي احسن كثير من النصيري، هما جوج لي بروفيل مختلفين. الكعبي يكون سعيد ملي تكون عنده جوج لي بروفيل على حسب الخصم اللي عندك. ممكن تبدا بواحد وتدخل واحد، حسب التكتيك حسب